بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي أخواتي صديقاتي متابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه والتريكو، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الفستان اللذيذ ده. هو كلها غرز إحنا عارفينها ونزلتها قبل كده على القناة. غرزة العمود الخلفي، ودي الغرزة العمود الملتف الأمامي. قبل أي حاجة طبعا انتوا عارفين زي ما أنا متعودة إن أنا ما بشتغلش الشغل بتاعي كله بإبرة واحدة. أنا الفستان ده اشتغلته ب3 مقاسات إبر، 3 مقاسات إبر. شايفين المقاس الكبير قوي ده، ان احنا عارفين ان احنا بنعمل الحافة بتاعت اي الفستان بتاعي او اي بلوزة او اي عمل انا بعمله، سواء كانت غرزة الحشو او غرزة المنزلقة، بعملها بإبرة اكبر، مقاسها اكبر من مقاس الإبرة اللي انا بشتغل بيها. فدي انا اشتغلت بيها الحرف بتاع حافة الفستان. هنا المقاسين دولت، انا المقاس ده اشتغلت بيه الفستان نفسه، لان الخيط هنا يعني الى حد ما رفيع شوية، فحبيت ان هو يكون مقاس يعني يتعمل بإبرة اكبر شوية من المقاس اللي انا هشتغل بيه. في الخيط التاني اللي انا كلفت بيه الفستان، اللون الاصفر واللون الجنجان ده، لان كان مقاسه كبير شوية. مقاس الخيط ده هو اتخن من الخيط ده. شايفين في فرق في التخانة بتاعة الخيط، فعشان اتغلب على فرق التخانة دي اشتغلت الخيط اللي هو اتخن شوية بإبرة ارفع من الإبرة اللي انا اشتغلت بيها الخيط التاني ده هو. فاشتغلته بإبرة ارفع شوية عشان تخليهولي مبروم وتخليه يبان ان هو مقارب للخيط الاساسي في الشغل. لان انا لو كنت اشتغلته بنفس الإبرة كنت هلاقي كان يحصل عندي حاجة. يعني هنا لما جيت انا عملت الفستان، شايفين اللون الاصفر هنا باين ان هو مقارب في الحجم للون الفوشيا، لكن لو كنت عملته بالإبرة التخينة اللي انا اشتغلت بيها الخيط نفسه او الشغل نفسه، كان هيديني ده شكل اكبر من الشكل اللي موجود عندي. اول حاجة احنا هنعملها في الفستان ده، انا هاجي هقيس الفستان ده هو قب اساسا، وبعدين المفروض ان انا هعمله هنا كردون او هعمله حبل او هعمله شريطة بحيث ان هو يتربط على الرقبة. هنا هنركب الوردة دي، سواء كانت الوردة دي او وردة لونها مختلف، انت بتختاري اللون الوردة اللي انت مناسبة ليكي وتحطيها على الفستان. بداية كده احنا بنيجي من تحت الإبط، باجي هنا، انا هنا ده خط الوسط بتاع الفستان ده، المسافة اللي من تحت الإبط لحد خط الوسط انا بشوفه، بتقيسيه على الطفلة اللي انت هتعملي لها الفستان، وبتقيسيه وتشوفيه هنا كام سنتي. ده كان عندي 23 سنتي. 23 سنتي انا شلت منهم 5 سنتي ونص، وابتديت اعمل الفستان السلسلة بتاعتي على طول 17 سنتي ونص، على الطول بتاع 17 سنتي ونص. الفستان داير، انا ببتدي من الظهر، ببتدي كده زي البداية اللي عملتها في الجاكيت اللي هو غرزة الباسكت اللي انا كنت عملته قبل كده. فزي ما انا ابتديت هناك بالطول، هنا انا هبتدي برضو، مش هبتدي من تحت ولا من فوق، انا هبتدي من عند خط الظهر. اما هاجي هبتدي هنا هعمل سلسلة بأي عدد. هنا بعمل السلسلة بالعدد اللي انا عايزاه محتاجاه. اول سطر بعمله حشو، تاني سطر بعمله أعمدة عادية.
قبل ما تكملي شغلك بالمزورة، قيسي الطول اللي انت، شوفي انت عدد السلسلة اللي انت عملتيه ده هل هو مناسب للطول اللي انت كنت عايزاه ولا لا. اذا كان اطول فقصري السلسلة بتاعتك، احنا مش محتاجين سلسلة كبيرة لان الزيادة ملهاش لازمة. وبعدين اذا كانت اصغر انت بتطوليها على حسب، شوفي انت محتاجة كام سلسلة تاني تزوديها عشان نبتدي نعملها. اول حاجة نعمل الحلقة بتاعة البداية. انا طبعا هنا مش هشترط بقى انا قلت لكم بس انا عدد الانواع الابر اللي انا هستخدمها، فهنا انا مش مهم عندي لان انا هوريكم بس العينة وازاي طريقة الشغل. انا هنا هعمل الحلقة بتاعة البداية، هعمل اي عدد من السلاسل. انا بوريكم بس العينة طريقة الشغل، لان هو الشغل ما فيهوش مشكلة، ما فيهوش اي حاجة متعبة، كله عادي يعني. هخلص كده، هعمل سلسلة بأي عدد مطلوب، هسيب أول سلسلة، تاني سلسلة هعمل فيها غرزة حشو، هعمل السطر الأول كله حشو. احنا زي ما قلنا شلنا 5 سنتي ونص من الطول بتاع الجنب، وهنبتدي نعمل الطول اللي احنا عاوزينه، سلاسل بالطول اللي احنا خدوا بالكم ان احنا بنعمل السلسلة يا اما ان هي مشدوده، ما تشديش السلسله اما ان انت تعمليها بابره اكبر شويه من الغرزه اللي انت، من الابره اللي انت هتشتغلي بيها، او ان انت هتعمليها مريحه، يعني ما تبقيش تشده السلسله وانت بتشتغلي. ادي كده انا اول سطر عملته حشو، انا اول سطر عملته حشو. بعد كده اخش في اول غرزه حشو، هعمل كأني بعمل غرزة حشو تاني، اللي هي الطريقة اللي أنا بعملها في بداية كل سطر. هخش هنا ورا الفتلة الأولانية دي، وهعمل أطلع بفتلة بحلقة وأعمل كده. أنا بطلع باتنين بس لأن أنا هعمل أعمدة عادية، مش هعمل أعمدة طويلة، يعني مش هعمل أعمدة طويلة. هخش هنا تحت الاتنين سلسلة دولت، او عايزه لو انت حابه ان انت تخشي في غرزه الحشو براحتك. انا لان ده مفيش ضغط عليها، يعني مفيش حاجه هتشدها، لان ده كده هيبقى هو ده الطول، كده هيبقى كده اتجاه، في الاتجاه ده هو اللي هيكون اتجاه شغل الفستان نفسه. فانا هعمل هنا اول سطر حشو، وتاني سطر هعمله اعمده عاديه. ادي اخر غرزه حشو عندي، اخر عمود في السطر. انا عملت اول سطر اعمده في شغلي. هنا الشغل رايح جاي، مش دائري، مش هعمله مدور، لان انا هعمل في الظهر فتحة في الظهر، عشان خاطر هعمل عراوي وهعمل زراير زي الفستان الابيض اللي انا كنت عملته قبل كده. هنعمل هنا عراوي وهنركب زراير، وطبعا طريقة عمل الزراير الكروشيه انا كنت منزلاها قبل كده، فتقدروا ترجعوا لها لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا زراير كروشيه، او لو مش حابين انتوا ممكن تركبوا اي زراير عادية. نفس الحكاية هعملها في أول غرزة، أول عمود هعمل أول العمود بتاع البرسل لفة. لو انتوا بصيتوا هتلاقوا السلسلة اهي، ادي عندي فرع هنا، انا ده الشغل هنا، فده فرع امامي وده فرع خلفي، فرع امامي وفرع خلفي. فانا هعمل العمود الخلفي، بشتغل في الفرع الخلفي بتاع السلسلة اللي قدامي بتاعت العمود اللي تحت، فبعمل اسفة أعمدة خلفية. طبعا طريقة عمل الأعمدة الخلفية برضو أنا كنت منزلة فيديو تعليمي قبل كده، ليه الحابب إن هو يعني يتعرف أكتر على شغل الأعمدة. كل حاجة تتعلق بالعمود موجودة في الفيديو ده. أنا غيرت الخيط صراحة عشان لقيت الخيط اللون الأصفر فاقع قوي مع الإضاءة. أنا باخد لفة على الإبرة
بخش في الفرع الخلفي للسلسلة، خلفي بالنسبة لي يا جماعة، وبعمل عمود بلفة، بخش فيه تحت الفرع الخلفي للسلسلة وبعمل عمود بلفة. هفضل بالشكل ده في كل السطور اللي عندي لحد ما اخلص، لحد لما اخلص اعمل دوران الصدر كله كامل. انا اكتفيت بكده. هي شوفوا دوران الصدر كله، انا بشتغل على حسب دوران الصدر، بشتغل متواصل، بيبقى عامل زي المستطيل، بشتغل متواصل. ومجرد ما اخلص واقيس بالمازورة الاقي ان انا وصلت لي المسافة اللي انا عايزاها او الطول اللي انا عايزاه، ابتدي بقى ايه اعمل الاجزاء اللي ورا دي عندي. دي عراوي طبعا انا عملتها قبل كده في الفستان الابيض اللي انا كنت عاملاه. وفي كل فستان انا بعمل فيه العراوي بالمنظر ده هو، فممكن ترجعوا لها، بس هنعمل تذكيرة بسيطة. دي غرز حشو متواصلة ورا، سطور حشو ورا بعضيها، نفس الكلام دي سطور حشو ورا بعضيها، لكن مكان العروة انا ببقى سايباه، ببقى بسيب هوريكم دلوقتي انا بسيب ازاي المكان ده هون. اول حاجة طبعا احنا عارفين ان احنا لما بكون عايزة في بداية السطر بتاع الحشو انا بجيب الفتلة كده من قدام وبعدين اروح مرجعها لورا. طبعا انتوا المفروض ان انتوا بتعدوا عدد الغرز بتاعتكم طول يعني باستمرار طول ما انتوا شغالين، عشان خاطر لو عمود انتوا فلت منكم، لان انا فعلا فلت مني عمود في بعد ما اشتغلت الفستان ده وقعدت اشتغلت فترة، ببص لقيت ان في مكان فيه فتحة كده صغننة كده، مكان عمود انا نسيته، فطبعا اضطريت ان انا افك الشغل كله. فعشان ما تفكيش الشغل كله حرصي دايما ان انت تبصي على شغلك تشوفيه كده الاعمدة الشغل بتاعك مظبوط، في حاجة ناقصة، في حاجة زايدة، زي اشتغلتي في مثلا في غرزة عمودين، اشتغلتي مثلا سبتي عمود ما اشتغلتيش مكان. انا جبت الفتلة اهي رجعتها لورا، هاجي هنا هخش تحت الفرعين بتوع السلسلة لفة وهطلع، وادي اول غرزة حشو. انا هعمل هنا السطر الاولاني ده هو حشو، هلف شغلي كده تاني، هعمل ادي اول برضو شايفين ادي الفتلة اهي هرجعها لورا، هشتغل كمان غرزة. طبعا انت هتبقي محددة انت هتعملي كام غرزة، كام عروة في الظهر، يعني ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، بتعدي عدد الاعمدة اللي موجودة عندك وتشوفي انت عدد العراوي اللي انت، عدد الزراير اللي انت هتعمليهم، وتشيلي منهم وتشيليهم من عدد الاعمدة اللي موجودة عندك. وبعدين تشوفي ان انت مثلا هتسيبي من هنا 3 اعمدة مثلا او حاجة، ومن فوق هنا مثلا عمودين او 3 اعمدة، وبعدين اللي هيفيض هتقسميه على المسافات اللي بين الايه، يعني مثلا انا عملت 1 2 3 4 عراوي، يبقى انا في عندي كام مسافة بينهم، 1 2 3. فلو انا مثلا عندي انا عاملة 40 غرزة مثلا او حاجة او 40 عمود، هشيل منهم ال8 بتوع العراوي، يبقى كده عندي اتفضل عندي 32، هشيل 2 عمودين او 3 من تحت، يبقى اتفضل عندي 30، وهشيل من هنا كمان مثلا 3، يبقى اتفضل عندي 27. ال27 دولت هروح اقسمهم على 3، ادي 1 2 3. فانا المفروض ان انا هسيب بين كل عروة والتانية هشتغل بينهم هما الاتنين 9 اعمدة. فبعمل العمود، بعمل العروة بتاعتي هشتغل اول 3 اعمدة، وبعدين هعمل العروة بتاعتي اقفل اسيب غرزتين، وبعدين اشتغل 9 اسيب غرزتين، او مش هشتغلهم بقى، هعمل سلاسل فوق منهم، وهشتغل 9 واعمل سلسلتين، واشتغل دولت واعمل سلسلتين، وبعدين اشتغل بقية العروة اللي عندي. دي ازاي ان انت تقسمي التقسيمة بتاعتك. انا هعمل عروة، فانا هسيب هنا هو غرزتين، تمام، فهعمل سلسلتين بدل منهم،
انا مش هشتغل فيهم، فبعمل سلسلتين، فهسيب ادي غرزة، ادي التانية، وهخش في التالتة اعمل فيها غرزة حشو. هشتغل زي ما انا عايزة، او زي ما انا قسمت التقسيمة بتاعتي. وهيتفضل مثلا انا وصلت كده للاخر، انا هعمل برضو هنا عروة كمان، فهعمل سلسلتين، هسيب غرزتين حشو وهخش في الغرزة. شفتوا هنا بقى، عشان خاطر انا كنت بادية السطر حتى الفتلة عندي من تحت ديت، فدي بنت عندي على طول، ما احتاجتش ان انا اقعد ادور عليها. ادي هلف شغلي كده تاني. ادي اول غرزة اهي، الغرزة بتاعت السلسلة، ادي اول سلسلة هخش فيها اهي، وهشتغل غرزة حشو فوق منها. الغرزة السلسلة التانية هخش فيها وهشتغل الحشو التانية. يبقى انا رجعت بنيت تاني الشغل بتاعي اللي هو المفروض فوق العروة، وهعمل بقية غرز الحشو. عايزة انا هنا اشتغلت كام سطر؟ ده كان سطر، ده سطر الأعمدة الأولاني، ده سطر الحشو الأولاني اللي أنا كنت عاملاه، أو اللي أنا يعني whatever. ده سطر الحشو اهو، ادي سطر حشو، ادي سطر تاني. هنا عملت العروة في السطر التالت، وبعدين اشتغلت كمان، يعني ادي 1 2 3 4 سطور حشو، انا اشتغلت 4 سطور حشو هنا. فانا ادي اول سطر اشتغلته هنا، عملت العروة، وبعدين اشتغلت كان في السطر التاني، السطر التالت والرابع انا اشتغلتهم عادي. ده نفس الكلام، بتشتغلي بقى 3، بتشتغلي 4، بتشتغلي 5، عشان خاطر يبقى مقفول على بعضيه كده. وكده انت خلاص قفلتي الظهر. طيب انا عايزة بقى اشتغل الحتة اللي فوق. الحتة اللي فوق دهيت لازم انا بشتغل برضو غرزة حشو داير داير هنا. يعني انا هنا ده كده انا خلاص كده، انا ده الدوران بتاعي، انا قفلت كده الفستان بتاعي. هاجي هنا هبتدي اعمل، شايفين هنا دي بتاعت الغرزة بتاعت الكورنر هنا، انا هاجي اعمل غرزة، ادي التانية، يعني في نفس الفتحة بتاعت الاخر غرزة هنا انا كنت شغالة فيها غرزة حشو، هشتغل فيها 2 كمان. هاجي بقى هنا في كل سطر فيه غرزة حشو، هروح عاملة غرزة حشو. ادي 1، هو انا كنت عاملة كام هنا؟ انا كنت عاملة السطر غرزة حشو واحدة بس. طيب انا عندي بقى ايه السطر ادي العمود، فانا المفروض ان انا هعمل هنا غرز حشو. ما تكتريش وانت بتعملي فوق، ما تعمليش غرز حشو كتيرة. انت بتخشي في العمود وهتعملي ادي غرزة حشو في النص، وهاجي هعمل غرزة حشو في بين العمودين، شايفين؟ وبعدين ارجع اعمل هنا غرزة حشو في وسط العمود، اعمل غرزة حشو في غرزة الحشو في الغرزة اللي بين العمودين وبعضهم هنا، غرزة حشو في نص العمود. ما تعمليش 2 حشو، لانك لو عملتي 2 حشو هيوسع قوي منك وهيبقى شكله وحش. انتوا كده شايفين انا بعمل غرزة حشو واحدة بس في النص العمود، وغرزة حشو في بين العمودين، وادي غرزة حشو في اخر مكان، وادي غرزة حشو في العمود، غرزة الحشو السطر بتاع الحشو اللي انا كنت عاملاه. هنعمل سطر واحد بس فوق، وسطر واحد بس من تحت. بس من تحت هنا عشان خاطر انا محتاجة ان انا اوسع بقى شوية، اوسع ده عن فوق. فبدل ما بعمل ممكن اعمل سطر عمود، يعني خليني طيب خدوا بالكم، ده عمود الكورنر ده انا بعمل فيه 3 عشان احافظ على شكل الكورنر اللي عندي. هكمل ادي
غرز الحشو دي انا هعمل هنا غرزة حشو فوق منها برضو. هاجي هنا في اخر غرزة حشو هي عندي هعمل 3 حشو. بس الفتلة دي كده مثلا عشان ايه نداريها او نخفيها. دي 2 ادي 3. هنا بقى هاجي اعمل ايه؟ ادي اول عمود عندي هعمل فيه غرزة حشو في النص بتاعه في مكان التقاء لا دي كان سطر حشو اللي انا عملت فيه. هعمل في غرزة في منتصف العمود هعمل غرزة حشو. مكان التقاء العمودين هعمل غرزة حشو. فأول عمود أنا عملت فيه غرزة حشو واحدة. طب تعالوا نيجي نعمل ايه في العمود التاني. ممكن أعمل فيه غرزتين حشو. ده في الحتة في الجزء بتاع الوسط من تحت. من فوق لا مش هزود غرز الحشو بتاعتي عشان أنا عايزاه تبقى مش مشدودة بس مش واسعة. ادي هعمل غرزتين حشو. ادي غرزة حشو في مكان الاتصال، غرزة حشو في منتصف العمود، غرزة حشو مكان الاتصال. ادي ممكن اعمل هنا ممكن اعمل غرزة او ممكن اعمل غرزتين حشو في العمود ده. ادي واحدة، ادي التانية. لا انا اسفة ده كده دي مكان الاتصال. ادي غرزة تانية، ادي مكان الاتصال اللي عندي بين العمودين. ادي في نص العمود هعمل غرزة حشو تاني، مكان الاتصال هعمل غرزة حشو، وفي العمود دهوت هعمل 2 حشو. يبقى انا بعمل عمود فيه غرزتين حشو وعمود تاني بعمل فيه غرزة واحدة بس. هاجي بقى عشان ابتدي اعمل الغرزة بتاعتي اللي هنا دي. لو احنا خدنا بالنا هلاقي ادي غرز الحشو اللي انا عاملاها اهي، عملت فوق منها سطر حشو تاني، زودت فيه عدد الغرز الحشو شوية عشان انا محتاجة ان الوسط يبقى اوسع شوية من فوق. فانا عايزة اوسعه شوية، مش هوسع الغرزة دي مش عايزة توسع قوي. لو حابة توسعيها قوي براحتك طبعا، بس هي جمالها في ان هي تبقى معقولة يعني شكلها في المعقول، يعني ما تبقاش واسعة قوي وما تبقاش ضيقة قوي. فعملت هنا سطر حشو تاني. حابة ان انتي تزودي عدد غرز الحشو عن الغرز الاصلية زودي، حابة ان انتي خلي نفس العدد زي ما هو خليه زي ما هو. لما جيت عملت الغرزة ابتديت اعمل حرف الفي. طبعا هنا فوق المردد اهوت انا عملت هنا اعمده زي ما هي كده وما قفلتوش غير بعديها. ادي اشتغلت 1 2 3 4 5 سطور، في اشتغلت 4 سطور اعمده والسطر الخامس قفلت فيه. بنعمل ايه؟ ادي اول عمود اشتغلته فسبت غرزه حشو، عملت حرف في، سبت غرزتين حشو عملت عمود، سبت غرزة حشو عملت حرف في، سبت غرزتين حشو او غرزة حشو. يعني انا كنت بحاول ان انا ايه اظبطه بحيث ان هي ايه اكبر شوية البتاع عشان انا ما كنتش زودت العدد هنا في غرزة الحشو دي. فهنا سبت غرزة حشو عملت عمود، وبعدين ادي غرزة حشو عملت في، غرزة حشو عملت عمود، غرزتين حشو عملت في، غرزة حشو عملت عمود، غرزتين حشو عملت في، سبت غرزة حشو عملت عمود. انت براحتك حابة ان انت تعملي خدوا بالكم انا لما عملتها كلها ان انا عملت سبت
غرزة حشو واحدة بس بين بين العمود وبين حرف الفي اللي انا عملته، طلعت واسعة جدا، وكان شكلها كان شكل الغرزة، لان الغرزة الى حد ما ناشفة، مش ان هي مش طرية، الى حد ما ناشفة، عشان خاطر العمود الملتف الامامي اللي انا عاملاه ده هو. فهاجي هعمل ايه هنا كده، ادي العمود بتاع البورصل يا جماعة ده باستمرار حافظوا عليه، لانه هو اللي بيظبط شكل الحرف بتاع السطر بصراحة. انا سبت هنا، انا هعمل هنا اول ادي عمود اهو، ادي خليني ده بداية الغرزة بتاعتي هنا هو في العمود ده. هسيب غرزة حشو، الغرزة اللي بعديها هعمل فيها حرف في، عمود، آه سلسلة، عمود في نفس الغرزة، يبقى اجي كده انا عملت حرف في. هسيب غرزتين حشو وبعدين هعمل عمود، هسيب غرزة حشو وبعدين هعمل حرف في، في نفس الغرزة هعمل عمودين بينهم سلسلة، هسيب 2 عمود وهعمل، او اسيب عمود وهعمل اسفة غرزة حشو وهعمل عمود، هسيب عمودين او غرزتين حشو وهعمل. يعني انت حاولي ان انت ترتبي تظبطي ايدك، انا بس بوريكم ازاي انتوا ممكن تسيبي غرزتين او تسيبي غرزة واحدة، انت براحتك طبعا. وانت لو لقيتي وانت بتشتغلي حسيتي ان هي ضيقة، انت ممكن تقللي عدد الغرز اللي هنا، او لو انت حسيتي انها واسعة ممكن تزودي عدد الغرز الحشو اللي هنا، بدل ما تخليهم مثلا في عمود بعد حرف الفي في غرزة حشو بينهم، ممكن تعملي غرزتين حشو فيهم كلهم ولحد ما تخلصي الشغل بتاعي. هسيب هنا غرزة حشو، او خليني اعمل هنا ادي العمودين بتوع ايه الحرف بتوع البورصل اللي كان موجود عندي. هلف شغلي هنا، انا بخلي الفتلة ورا من الاول مش زي ما بعمل غرزة الحشو. ادي العمود بتاع البورصل هنا بقى، ادي العمود الاول اهو. انت بتحددي بقى ايه الوجه بتاع الشغل عندك، ده اللي هتخليه ولا ده اللي هتخليه. اذا كان ده اللي هتخليه هنيجي ناخد لفة على الابرة، هاجي هعمل عمود ملتف امامي. عمود الملتف الامامي طبعا انا زي ما قلت لكم ده هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاع الاعمده، في كل حاجه تخص الاعمده. ادي هاخد لفه على الابره، هدخل الابره تحت العمود واطلعها من الناحيه التانية، شايفين؟ هاخد لفه على الابره واطلع من هنا واقفل، ادي العمود، ادي اول قفله، ادي تاني قفله، تمام. لف، ادي عمود، ادي التاني، ادي سلسلة، ادي عمود، ادي التاني. بقت عندي هنا صدفة 2 عمود وسلسلة و2 عمود. اخد لفة على الابرة وهعمل عمود ملتف. قلنا كلمة عمود ملتف امامي او خلفي ان هي معناها ان الابرة والخيط بيلفوا حوالين العمود نفسه. هعمل صدفة تاني، فالسطر ده كله هعمل التزايد فيه، ابتدي اعمل التزايد فيه. التزايد بتاعي مش هيكون يعني ايه واضح قوي، وادي حابه ان انت تنفذي اللي احنا كنا بنعمله في الاول. اللي احنا عملناه كنا بنعمل ايه قبل كده؟ كنا بنعمل لما كنا بنيجي نعمل التزايد،
خدوا بالكم ان انا كنت بعمل تزايد في صدفة واتنين لأ، او في حرف في واتنين لأ، بعمل تزايد في واحد واتنين لأ. هنا عشان انا هعمل تزايد عشان ما يبقاش التزايد بتاعي جامد مرة واحدة، فانا هكتفي بان انا هيبقى التزايد بتاعي في الفي التانية زي ما هي. هعمل في اللي هو عمود سلسلة عمود، هعمل عمود ملتف امامي تاني. الفي اللي بعد كده هعمل فيها التزايد، او لو انت حابه ان احنا زي ما كنا بنعمل تزايد في صدفه او في مروحه او في اي حاجه من اللي احنا كنا بنعمل فيها تزايد، كنا بنعمل في واحده ونسيب اتنين، واحده ونسيب اتنين، واحده ونسيب اتنين. احنا هنا في بدايه الشغل بتاعنا عشان خاطر هنا المسافة بتاع الزيادة ما كانش واسعة أوي، ما كانش واسع أوي الفستان من فوق، فعملت التزايد في صدفة والتانية لأ، أو صدفة فيها زيادة وواحدة في زيادة والفي التاني مفهوش. ادي في الفي التالتة في هنا هعمل فيه تزايد سلسلة، ادي اتنين كمان، ادي العمود الملتف الامامي بتاعي، وبعدين هعمل العمودين اللي هم بديل اللي هو زي بتاع المرد اللي موجود عندي في الفستان. ادي عمود وادي التاني. هلف شغلي، هعمل العمود بتاع البرسل زي ما احنا متعودين عليه، العمود التاني ممكن تعمليه جواه او تعمليه هنا. بقى انا محتاجة، انا مش هعمله عمود ملتف، مش هيبقى ملتف امامي. ليه؟ لان هو العمود من قدام، فلازم هنا بقى انا قلبت شغلي، يبقى العمود الملتف الامامي ده بقى هيبقى عمود ملتف خلفي. ملتف خلفي يعني معناها ان انا هعدي الابرة من فوق منه، شايفين اهو. هاخد لفة على الابرة واطلع وهعمل العمود بتاعي زي ما هو. الصدفة دي انا زي ما هي كده فيها تزايد، مش هعمل فيها تزايد هنا. ادي واحد، ادي اتنين، ادي سلسلة، هعمل هنا كمان نفس الصدفة اللي انا عملت فيها تزايد. خلاص يا جماعة، خلاص يبقى هي كده تزايد. ده هنا برضو ده عمود، ده ملتف هنا امامي بالنسبة للظهر، لكن بالنسبة للوش عندي انا ده هيبقى ملتف خلفي. فهدخل الابرة كده وهطلعها وهلفها واخرجها من الناحية التانية بحيث ان هي تبقى فوق العمود، هي خلف العمود، يبقى ده اسمه عمود ملتف خلفي. هنا حرف الفي ده هو اللي ما كنتش عامله فيه تزايد، انا ممكن هعمل فيه هنا بقى تزايد. هعمله ادي عمود، ادي التاني، ادي سلسلة بينهم، وهاجي هنا اعمل ادي عمود، ادي التاني. يبقى انا عملت كده تزايد اللي انا الفي اللي انا ما كنتش عامله فيها تزايد السطر اللي فات، رجعت عملت فيها تزايد السطر ده. هرجع تاني العمود هيبقى ده برضو ملتف خلفي بالنسبه لي. يبقى انا عملت التزايد في السطر التاني كله كده خلاص. لف على الابره وهعمل عمود ملتف خلفي، وهاجي دول عمودين عاديين، فهعمل العمودة العادية اللي موجودة عندي اهو. انت الفتحة اللي انت هتعمليها دهيت هتكون مناسبة على حسب مثلا الوسع اللي انت عاملاه، على حسب طول الطفل، على حسب يعني حجم الطفل وكده. وبعدين هتيجي تقفلي مع بعضي الاتنين دول، هتحطيهم كده على بعض. بس طبعا هيبقى صعب عليا هنا عشان خاطر البتاع اللي انا شغلاها صغيرة شوية، فهتبقى انت هتقفلي الاتنين على بعض وتشتغليهم من على الحرف الاتنين مع بعض. طيب نيجي بقى هنا. انا بعد ما قفلت دي انا فضلت شغالة بعمودين اللي هي الصدف العمودين، صدفة
اللي هي عبارة عن عمودين سلسلة عمودين عمودين سلسلة عمودين. دخلت لون تاني، دخلت ألوان تانية عشان أكسر شوية اللون بتاع الفستان، ما يبقاش كله لون واحد. انت حابة تعملي كله لون واحد براحتك، أنا حبيت إن أنا أعمل أدخل فيه ألوان تانية. بنفضل كده شغالين كده كام سطر، ادي 1 2 3 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7 سطور. لكن هنا في السطر السابع انا جيت عملت ايه؟ وانا بعمل الصدفة دي عملت عمودين، بدل ما اعمل هنا سلسلة واحدة عملت 2 سلسلة وبعدين عمودين. ونفس الكلام في بقية عفوا، برضو هتزودي، هتعملي عمودين سلسلتين في صدفة وسلسلة في صدفة، سلسلتين في صدفة وسلسلة في صدفة تانية، بحيث ان برضو ما يبقاش، لان السلسلة دي تعتبر زي كأنك بتضيفي غرزة جديدة. جيت في السطر الثامن هبتدي بقى اعمل التزايد اللي عندي. فاول يعني ادي واحدة عملت تزايد هنا 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود. هنا دي ودي ما عملتش فيهم تزايد، الاتنين اللي بعديها ما عملتش فيه، يعني دي ما عملتش فيها تزايد، دي ما عملتش فيها تزايد. جيت في اللي بعديها عملت تزايد، بقت 3 2 3، 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. السطر اللي بعديه اللي أنا كنت عاملة فيها 3 اهي، فضلت زي ما هي 3، معلش أنا آسفة، اللي أنا كنت عاملة فيها 3 فضلت زي ما هي 3. وبعدين دي كانت 2 عملت فوق منها 3، ودي كانت 2 خليتها زي ما هي 2. يبقى انا لما باجي اعمل التزايد بتاعي زي ما احنا متعودين دايما ان انا ما بعملوش كله في نفس السطر كله مع بعضيه، انا بعمل تزايد في صدفة والصدفتين التانيين ما بعملش فيهم. اجي السطر اللي بعديه بعمل التزايد اللي انا عملته خلاص اوريدي ده اتعمل خلاص. الصدفتين اللي بعد كده بعمل في واحدة والتانية لا، ودي زي ما هي موجودة من الايه، من السطر اللي فات. اجي السطر اللي بعديها ادي انا عملت هنا زي دي مستمرة اهي، عندي ادي 3 3 3 هنا 3 2 3. هنا دي كانت السطر اللي فات 3 و2 و3، هاجي هنا هو برضو 3 2 3 سلسلتين اسفة يعني. اللي هنا بقى اللي كانت نمرة 3 دي الصدفة الثالثة اللي انا كنت عاملاها، عملت فيها 3 سلسلة 3 عمود سلسلتين 3 عمود. يبقى انا كده التزايد حصل عندي في السطور كلها. اشتغلت كده كام سطر، ادي 1 ادي 2 ادي فيهم تزايد، و3 سطور بشتغلهم عادي كلهم بتلات جيت في السطر اللي بعد كده ابتديت اعمل هنا تزايد، ادي 1 2 3 4 أعمدة، ادي 1 2 3 4 أعمدة 2 سلسلة، ادي 4 أعمدة. دي زي ما هي خليتها 3 سلسلة، ودي خليتها 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة. وجيت في الرابعة، يعني أنا بقى عملت تزايد في واحدة 2 ما عملتش فيهم، اللي بعد كده عملت فيها. أرجع تاني بقى نفس اللي أنا عملته قبل كده، عملت 5 سطور وهي 4 2 4. عايزة أدي بس ملاحظة، لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا ان اللون الاصفر ده هو سواء كان اصفر او اللون التركواز اللي انا حطيته دهوت مش مديني شكل صدفة، مديني شكل فيونكة. الشكل ده جه منين؟ اني انا ما زودتش عدد السلاسل اللي انا بشتغل عليها، فلما العدد ده زاد عندي هنا هوت عن السلسلتين ابتدى يدخل على العمود اللي تحت منه، شايفين؟ ف قللوا شوية فاداله المنظر بان هو عامل زي الفيونكة، مش صدفة عادية. شايفين هنا نفس الكلام،
وزي ما قلت ان ده اشتغلت سواء كان اللون الاصفر او اللون التركواز، انا شغلاه بابره اصغر من الابره اللي انا كنت شغله بيها بقيه الخيط، لان الخيط ده ارفع من الخيطين دولت. فعشان اعمل بالانس او توازن بين في الشكل بين الاتنين، وده ما يبقى شكله كبير قوي وده شكله هيبقى صغير، فاشتغلت اللون الاصفر واللون التركواز اشتغلتهم بإبرة أصغر شوية من المعتاد. هنا ابتديت أعمل برضو التزايد بعد اللون التركواز اهوت. اللون التركواز اهو 1 2 3 4 2 4. رحت ابتديت أعمل هنا 5. خدوا بالكم ان مش وسع الفستان اللي يخليكي حاسه ان الفستان شكله حلو. يعني ما تعملوش مثلا وتقولي عشان يبقى شكله جميل. خدي بالك ان الكروشيه بيبقى الخيط بتاعه كتير وبيبقى تقيل، فبالتالي بيخلي الشغل عامل يعني تقيل على البنت او على الطفله وهي لابساه. يعني غير مثلا ما تكوني بتعملي بلوزه لحد كبير. فالفستان انت ما تفرحيش ان هو واسع قوي، لا خليه وسع، الوسع المطلوب الحلو معقول، وكملي واعمليه. هبتدي هنا ب5 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 5، وبعدين اللي كان هنا 5 هنا كان هنا 5 طلع برضو هنا زي 5، هنا 5، هنا هيبقى في 4 زي ما هو. بعدين هنا 5 هنا 5 هنا 5. هاجي بقى انا قفلت السطر هنا كده، كان كفايه كده على ايه الطول، لان هو اساسا المفروض انه ما يكونش طويل قوي. الطول بتاعه تقريبا كان حوالي 30 سنتي او اكتر شويه من 30 سنتي. جيت برضو وكملت هنا. كان اخر حاجة عملته كان اللون الاصفر ده هو واشتغلته. بس لما جيت اشتغلت بقى اللون الاصفر ما اشتغلتوش بالابرة الصغيرة، لا اشتغلته بنفس الابرة اللي انا كنت شغلة بيها لان ده كان اخر سطر، فعشان يعني ينطروا شوية. لما جيت بقى حبيت ان انا اقفل، لما هتيجي تشتغلي هتلاقيه يقوس كده معاكي لفوق عشان العمود الملتف الامامي ده، فهتلاقي الشغل ده هتلاقيه مقوص كده لفوق. عشان تخليه مفرود، اما ان انت تكويه، يعني حتى لو شدتيه كده مش هيديك الراحه المطلوبه. فاما ان انت تكويه، او زي ما انا عملت كده ان انا اشتغلته بابره تخينه اتخن من الابره اللي انا كنت شغله بيها اللون الاصفر ده هو. يعني انا كنت شغله الفستان نفسه بالإبرة دي، وجيت رحت شغلة. شايفين؟ اشتغلت غرزة الحشو اللي على الحرف دي اشتغلتها بالإبرة التخينة دي. شايفين؟ فأول سطر اشتغلته بالإبرة العادية بتاعة الايه، بتاعة الفستان. تاني سطر اشتغلته بالإبرة دي. لما نيجي نشتغل الشغل دوت انا عملته ازاي بقى. انا عملت، هتبتدي تعملي ادي العمود، مش هيبقى عمود بقى ملتف امامي، هيبقى نص عمود. هيبقى نص عمود مش عمود ملتف امامي، نص عمود. اول غرزة، اول عمود عندك انا ما عملتش فيه غرزة حشو ولا حاجة، ابتديت غرزة الحشو في العمود اللي بعد كده. ادي 1 2 3 ادي 4. جيت عملت هنا 3 غرزة حشو، وبعدين اما جيت عملت غرزة الحشو اللي بعد كده عملت 1 2 3 فعملت فيه 4. الخامس ما عملت، الخامسة ما عملتش فيها، وعملت نص عمود، وهكذا في بقيتهم. اما جيت عملت السطر اللي بعد كده عملته بالإبرة التخينة، اشتغلته بالإبرة اللي هي أتخن شوية. بس لما جيت عملته، شايفين أنا عملت في إيه؟ أدي برضو نص عمود، ده نص عمود. سبت اول غرزة حشو ما عملتش فيها حاجة، دخلت في قلب غرزة الحشو التانية وعملت فيها منها غرزة حشو، ودخلت في قلب غرزة الحشو دهيت وعملت فيها غرزة حشو، وهكذا. وعملت هنا في منتصف في غرزة الحشو الاولانية عملت غرزة حشو، غرزة الحشو اللي في النص هنا عملت فيها 3 غرزة حشو، وبعدين عملت غرزة حشو هنا في الغرزة هنا
الغرزة التانية التالتة، وعملت فيه غرزة حشو في كل واحدة من الأربعة اللي بعد كده، التلاتة اللي بعد كده، لأن أنا طبعا دي ما عملتش فيها. فبقى عندي هنا 1 2 3، وده نص عمود ملتف أمامي، وخلص على كده الفستان. نيجي بقى الجزء اللي فوق دهوت اللي أنا كنت عايزة أعمله معاكم. الحملات دي عبارة عن إيه؟ أنت ممكن تعمليها زي كردون او تعمليها سلسلة زي كده، يعني دي حاجة ترجع لك براحتك. لكن انا فضلت ان انا اعملها عريضة شوية، فعملاها تلات غرز، 3 غرز حشو فوق بعضيهم، 3 غرز حشو. جيت في السطر الاخير بعد ما عملت الطول اللي انا عايزاه، جيت في السطر الاخير عملت الشكل ده. هنا عملت غرزة حشو، وبعدين نص عمود، وبعدين عمود فداني الميل اللي انتوا شايفينه ده. انا عملت ليه الميل ده؟ عشان انا لما عايزه اركب الشريط ده هنا كده، لما هاجي اركبه عايزاه يبقى مايل بالشكل ده. فعشان اتجنب ان انا يبقى في حاجه زيادات عندي من الجنب هنا او ان الشريط ما يبقاش راكب مظبوط، عملته بالميل ده. وعملت اللي انا عملت هنا برينتيشن كده، شويه فستونات كده فوق على الصدر من فوق. انت ليكي حريه الاختيار تعمليه او ما تعمليهوش. طبعا هنيجي في المنتصف من هنا، انا حددت المنتصف عندي هنا، فهاجي اركب. حددت المنتصف عندي، فهركب عندي اختيارين قلنا، اما ان انا اركبهم الاتنين كده جنب بعض، اما احطهم الاتنين كده جنب بعض. معلش عشان هي ملوية شوية. اما ان انا احطهم الاتنين كده جنب بعض، او ان انا اشبكهم هنا في بعضيهم من هنا، او اركبهم مع بعض كده واحطهم هنا واثبتهم. انا هنا كده خلاص ركبته بحيث ان الزاوية دي لو احنا شايفينها كده، الزاوية دي شايفين ماشية مع الدبوس اللي انا حطاه بتاع المنتصف. ولما جيت برضو عملت هنا الغرزة اللي في النص هنا كانت ماشية مع المنتصف عشان يبقى موجود في النص بالظبط. وشايفين ان هو مديني الاتجاه بتاع الميل اهوت، ما هواش يعني مش داخل في بعضيه كده، ولا تلاقيه بيضم على بعضه، لا، لان انا ظبطته من هنا، فعديت له الزاويه دهيت من تحت كده الميل ده، فساعدني في ان انا يبقى الميل بتاعي من فوق كده مظبوط. ورغم ان انا عاملاها عريض، انما هو برضه ليه انا عملته عريض؟ لان في هنا برضه اختيارين، اما ان انت تعمليه ويبقى زي رباط، او ان انت مثلا مش عايزاه يتربط، فتيجي هنا تروحي عامله له مثلا هنا تثبتيه هنا وتثبتيه هنا، ويبقى عامل زي ما يكون حماله، يعني زي كده. هتيجي وتروحي مثبتاه هنا مثلا في الناحيه دي كده على طول، طبعا اللي انت عايزاه، وهتثبتيه من الناحيه التانية، ويبقى بدل ما هو مربوط، لا ممكن يكون حمالة لو انت حاسة ان هو مثلا هيتعب الطفلة اللي هتلبسه. وهنركب طبعا الوردة بتاعتنا. فين الوردة بتاعتنا؟ وهنركب الوردة بتاعتنا اهي، وهنركب الوردة بتاعتنا، ويبقى كده الفستان بتاعنا خلص. اتمنى ان هو يكون الفيديو خفيف عليكم نبادي، رغم ان هو الفستان شكله جميل جدا، الغرز بتاعته سهله وبسيطه. في حاجه برضو احب انوه ليها، ان الدعم بتاعكم للقناه
او ان انت تتفاعلي مع الفيديوهات اللي انا بنزلها، بيساعد في انتشار الفيديو. لو انت حاسة ان الفيديو اللي انا بنزله افادك، او ان هو في حاجة ممكن تضيف حاجة ليكي، لو انت حاسة ان هو مثلا انت ما قدرتيش تستفيدي منه قد كده، فممكن مثلا تعملي لايك مثلا او اي حاجة، بحيث ان او تدعمونا بميزة التشكرات اللي موجودة في القلب اللي بيبقى موجود تحت الفيديو. ده بيساعد الفيديو ان هو ينتشر. كمان تفاعلك مع الفيديو بيساعد ان اي فيديو انا بنزله اليوتيوب ينزله لك على الاكونت بتاعك. فلو حاجة انا نوبيجي نزلتها ما عجبتكيش، ممكن انزل حاجة تانية تعجبك وتستفيدي منها. ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، وتدوسوا على علامة الكل عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.